السلام عليكم الخوت. قبل ما نبداو القصة متنساوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وضغطوا زر لايك اذا عجبتكم القصة. نبداو على بركة الله. عثمان كان عايش حياة عادية، خدام في شركة كبيرة في كازا. واحد الثلاث خرج من الخدمة مع 8 ديال الليل. الجو كان ضبابة. هو غادي جهة الباركينغ تحت الأرض حتى وقفات عليه داسية كحلة. الجاج كان فيمي خرج من هرب ديال الدراري كلشي ملتم. واحد فيهم عطاه ضربة بالصاعق الكهربائي في ظهرو. عثمان سخاف البلاصة. فاش فاق لقى راسو مربوط بالسلاسل في واحد القرية مهجورة نواحي مدينة سطات، وسط واحد الكوري آه عامر غمال وتمن اللي كاملو فيه البهايم وداكشي. دخل عليه واحد الشخص كيتسمى الغول اللي هو كان رئيس ديال ديك العصابة والباترون ديالو. كان ضخم وجهه فيه بزاف ديال الضرابي. أه ويقول له فقتي المهندس، باباك عنده الارض في برشيد تساوي الملاير وانت هو الوارث الوحيد. بغينا 800 مليون ولا غادي نحفروا لك قبرك هنا وسط هاد البهايم. عثمان حاول يتفاوض ولكن الغول كان قاسي. عطاه دقة في الوجه خلات نيفو يسيل بالدم. الخاطفين كانوا منظمين خطة مزيان، يعني اللي كانوا خاطفينو كانوا ديجا مخططين هادشي. الاختطاف ديالو شحال هادي. واحد كان مراقب الطريق بالمكبر، واحد كان مكلف بالتليفونات باش ما يشدوش البوليس السينيال، وواحد كان هو اللي حاضي. كان دري صغير سميتو حمزة كيبان عليه الندم. داز النهار الاول عثمان ماكلا ما شرب. البرد كان كياكل في الحمو. بدا كيدير خطة. لاحظ بلي حمزة دري صغير وهو اللي كيجيب ليه الماء. عثمان هضر بصوت يعني عيان. قال حمزة واش عارف بلي هادو غادي يقتلوك فاش ياخدو الفلوس؟ انت هو الشاهد الوحيد اللي كيعرف وجههم بلا لتام. حمزة خربق في راسو وبدا كيشوف الارض وخرج كيجري. في النهار الثاني العصابة صيفطو فيديو لعائلة عثمان. ام في النهار الثاني عصابة صيفطو فيديو لعائلة عثمان. الام ديالو سخفات والاب ديالو كان رازين. اتصل بالبي سي جي وبداو الخدمة ديالهم بالسكات. في الليلة الثالثة الغول سكر هو وصحابو وبداو كيغوتو بالضحك. كيتنزو على عثمان. حمزة دخل عند عثمان وهو كيرجف، حل ليه السلاسل وقال ليه هرب، ولكن الا شدوه غادي يقتلونا الجوج. عثمان خرج كيجري حفيان وسط الشوك والخلا. الظلام كان ما كيبان والو. وفجأة سمع الموتور ديال الداسيا كيديماري وراها بروجيكتور قوي. عصابة عاقو به بدا كيجري وقرطاس كيصفر حدا ودنيه. طاح في واحد الحفرة ديال البير ناشف وتما لقى راسو محاص. هو في ديك الحفرة كيشوف الغول كيقرب ليه وهاز جنوي. الغور قال ليه تقادى ليك الجهد يا المهندس، دابا غادي نساليو هاد الفيلم. يلا بغا يضرب حتى كتشعل الدنيا كاملة بالليزر. فوق صدر الغول الصوت مجهد من مكبر الصوت. الشرطة القضائية حط سلاح واليدين فوق الراس. المكان محاصر. في ثواني نزلوا الكوماندوز من هليكوبتر ومن طوموبيلات سوبر بيوي. كان إنذار سينمائي. الغول حاول يقاوم ولكن تفرسخ في البلاصة. خاطفين الاخرين تشتتو في الغابة ولكن الكلاب البولي جابوهم واحد بواحد. عثمان لقى راسو في الامبليوناس امبيلونس اسعاف. شاف الاب ديالو كيجري ريحتو وهو كيبكي. حمزة سلم راسو وعثمان شهد معاه بلي هو اللي عاونو، الشي اللي خفف عليه الحكم. القصة ولات
حديث الساعة في كازا، وزمان تعلم بلي الحياة تقدر تبدا في ثانية. من داك النهار مبقاش كيخرج من الخدمة بوحدو في ديك الوقيتة، ولا كيدير الرياضة الدفاعية.